بتاعتنا. معايا هنا كوبايه من السكر، وكمان حطيت عليها كوبايه من الحليب، وحطيت ربع كوبايه من السمنه على الزيت، تقدري تستكفي بالزيت لوحده او بالسمنه لوحدها، وحطيت حبه واحده من البيض. تمام كده، ومعلقه خل صغننه كده بتساعد على الرفع والهيشان، وكمان كيسين فانيليا عشان احنا حطينا بيض. تمام، هندوب كل المكونات دي في بعضها لحد ما السكر يدوب وكل حاجه تندمج مع بعضها كويس جدا. تمام كده زي الفل. يلا بينا بقى نجهز المكونات البودر علشان نحط ده على ده. معايا هنا كوبايتين 2 من الدقيق متعدد الاستخدامات، ومهم جدا ان احنا لازم ننخله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، عشان بس ندخل فيه الهواء وبرده يبقى هايش معانا كده ومدي طراوه حلو. حطيت معلقه كبيره بيكنج باودر، وتقدري تحطي كيس كامل بيكنج باودر، بس انا عندي برطمان كبير يعني فعشان كده حطيت معلقه. حطيت كمان ذره ملح، وقلبت المكونات الجافه دي كده كلها مع بعضها، وبدات ان انا احط المكونات السائله على المكونات الجافه. تقدري تعملي الخطوه دي في بوله واحده، بس انا كانت عندي البوله ضيقه شويه عشان كده حطيتهم في 2. تمام، يعني مش هتستخدمي مكونات كتير. تمام، هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده في اتجاه واحد، ما نفضلش رايحين جايين علشان بس ايه ما نفقدش الهواء اللي هيدخل جوه الكيك. تمام، هخلص بقى تقليب كده وكل حاجه تدوب مع بعضها، ونتاكد ان كل حاجه تدوب مع بعضها، ما فيش اي تكتلات من الدقيق او حبيبات من السكر. تمام كده زي ما احنا شايفين. وهبدا بقى ان انا اجهز القبات اللي انا هحط فيها الخليط ده. تمام، حطيت كده معلقتين من خليط الكيك، وحطيت عليهم كمان نص معلقه من الكاكاو الخام، كاكاو اسباني، وقلبتهم كده لقيتهم جافين شويه، فنزلت عليهم بحوالي 3 معالق من اللبن. تمام، بما يعادل 3 معالق لبن يعني، لحد ما نلاقي قوامهم سائل كده زي الكيك اللي احنا مجهزينه. تمام كده، تمام كده زي الفل. هنقلبهم بقى زي ما انتم شايفين كده، وما تنسيش تقولوا لي بتتابعوا الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه. جبت هنا بقى الصينيه اللي هدخلها الفرن، اي صينيه عندك متوفره، وجبت الكبات بتاعتي دي. لو انت ما عندكيش كبات الكب كيك مفيش اي مشكله، الالومنيوم دي غلط لما تخش الفرن على الصحه، فحطيت برضو الكبات الورق في قلب الكبات الالومنيوم علشان تبقى حاميه شويه. تمام، بس نص القالب بتاع الكب كيك عشان لسه هيرفع معانا ما يطلعش بره القالب. تمام كده، تمام كده زي الفل. هخلص كل المكونات كده، كل القوالب كده، وهبدا بقى ان انا اجيب قطع شوكولاته، ودي خطوه اختياريه تقدري تستغنى عنها خالص. انا بالنسبه لي كان عندي شوكولاته بالحليب، قطعت قطع كده ورحت جايه حاطه في كل واحده حته شوكولاتايه، ونزلتها كده بظهر المعلقه علشان تنزل لتحت، ما تبقاش باينه من فوق. وبدات بقى ان انا احط الخليط اللي احنا جهزناه بالشوكولاته، وبدات ان انا احطه في كيس تلاجة كده، ونزلت بنقط نقط نقط لحد ما مليت الدايره بتاعتها، وحطيتها كمان في النص. وبعصايه شيش طاووق او خله اسنان او اي حاجه نبدا بقى ان احنا نعمل لها شكل كده حلو وظريف. عايزين تسيبوها بالشكل ده مفيش اي ممكن يدخل على درجه حراره عاليه، وبعدين نهدي الفرن على درجه حراره 180. هندخله لمده 30 دقيقه بالظبط. تمام، وطبعا حسب شده الفرن بتاعك. وكانت دي النتيجه معايا. عايزه اقول لكم ريحه وطعم حاجه كده اللهم بارك. وهنا كمان كان سخن لسه، كان عايز يبرد، بس انا طبعا كنت مستعجله لان كان عندي عيد ميلاد، فخلصت حاجات كتير مع بعضها وحبيت ان انا اوريه لكم اهوت بالشكل ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله عليه تحفه جدا، ومفرغ من جوه وهايش وطعمه تحفه. كانت معاكم ايمان، مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله. يدخل على درجه حراره عاليه، وبعدين نهدي الفرن على درجه حراره 180. هندخله لمده 30 دقيقه بالظبط. تمام، وطبعا حسب شده الفرن بتاعك. وكانت دي النتيجه معايا. عايزه اقول لكم ريحه وطعم حاجه كده اللهم بارك. وهنا كمان كان سخن لسه، كان عايز يبرد، بس انا طبعا كنت مستعجله لان كان عندي عيد ميلاد، فخلصت حاجات كتير مع بعضها وحبيت ان انا اوريه لكم اهوت بالشكل ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله عليه تحفه جدا، ومفرغ من جوه وهايش وطعمه تحفه.